مدرب النادي الاهلي الجديد، في ناس راحت لجوميز. فعلا النادي الاهلي يعني انهى اتفاقه مع جوميز. النهارده لقينا مدرب اشبيليه. ايه يا ابو السيد؟ ايوه، جراسيا مومنتا مدرب اشبيليه مرشح لتدريب النادي الاهلي. مش احنا بنقول كده، لا ده الصحافه. ايه الاسبانيه معاه تفصيله بقى. اللوز الزمالك بيهدد، عايزين القرار قبل يوم 13. ليه؟ عشان نعرف هنفوت ولا مش هنفوت. معايا تفصيله برضو. اللوز رحيل شوبير. ليه يا ابو السيد؟ خليك معايا لان معايا تفصيله التفاصيل في الحته دي. معايا تفصيله التفاصيل في الحته دي، فخليك معايا لاخر الفيديو. عماد النحاس او الاهلي مع عماد النحاس اكثر امتاع. والله العظيم اول مره اشوف النادي الاهلي ان سهل كده النادي الاهلي يفوز. بالله عليك اذا عجبك الفيديو وقت ما خلينا باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخير من صلاه الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك، ما عجبكش الفيديو برضه ما تبخلش على باللايك. واهم حاجه من اي حاجه صلاه الحبيب صلاه الحبيب صلاه الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قصه واحكي لك جمله حضرتك لان اللايك بيدعمني وبيدعم الفيديو، فما تبخلش عليا باللايك. طيب صلى على الحبيب. ود اللايك دلوقتي بعد والله اللايك يعني اللايك ببلاش يعني اللايك نفسي وربنا يعني نفسي اوصل ل 1000 لايك. يعني حاجه انا بحلم بيها. والله العظيم حاجه بحلم بيها 1000 لايك. ابو سيد يعني خليها يا سيدي يعني خليها 100 خليها 200. والله بص يعني الفيديو اللي فات جاب 800 وحاجه لايك. فانا بحلم ويعني يا ريت اليوتيوب يدعمني. يعني ماشي. يلا خلينا نخش في التفاصيل كده. طب امبارح النادي الاهلي بيلعب المصري. سيبك من الاخطاء التحكيميه الفجه. احنا مش هنتكلم عليها ماشي. لكن النادي الاهلي مع الكابتن عماد النحاس، لا الاهلي حاجه تاني. حسيته ربنا يعني انت بتلعب المصري، المفروض المصري ده من الفرق القويه، من الفرق اللي هي يعني ايه بتكسبها بالعافيه. لا انا حسيت امبارح ان جه فيك جون، لا انت بتعوض بالتاني، بتعوض بالتعادل. يعني انت فاهم ازاي؟ لا ده انت بتجيب الجون التاني بيتلغي لك من الفار. مع ان يعني حسب الله ونعم الوكيل في الفار والحكم. انت فاهمني ازاي؟ لا ده انت يعني ما فيش دقيقه او دقيقتين ده انت بتجيب الجون التاني، بتجيب الجون التالت، بتجيب الجون الرابع. بس على الكابتن عماد النحاس خد بالك، الدفاع عندك شوربه، الجون عندك شوربه. الكابتن محمد شناوي انا ما اعرفش واقف في الجون بيعمل ايه. هتقول يا ابو سيد ما هو شال. بص الجون لازم يشيل. الجون واقف في الجون عشان لو الكوره جت في الجون يشيلها. هي دي كده. زي ما المهاجم مهمته يجيب جون، زي ما اللعيبه كده اللي يشوط اللي يعمل اللي يزحلق اللي يقطع الكوره اللي كل واحد ليه مهام بيعملها. فانا واقف في الجون عشان اشيل الكور من الجون، مش عشان اتفرج عليها، مش عشان خاطر لما اشيل كوره من الجون تقول لي ما هو شال. لا ما هي دي مهمته. وايه الكور اللي شالها معلش ده واقف مكانه وبيشيل. شالها بقى واترمى، شالها باستعراض. انا مش بهاجم الشناوي. لا في جوان كده بتيجي لا ما ينفعش يا عم الشناوي. انت مش واقف في الجون كده وخلاص الكوره بعيد عنك خلاص يبقى ما تطرش عليها. لا ما ينفعش. فالكابتن عماد النحاس ياخد باله من الجون وياخد باله من حته الدفاع، لان عندنا الدفاع بعافيه خالص، الدفاع تعبان خالص. لا رامي ربيعه ولا ياسر ابراهيم ولا العش ولا الكلام ده كله اونطه في اونطه، ولا اشرف داري اونطه في اونطه. احنا اي هجمه مرتده علينا خطر، اي رفع علينا خطر. اقسم بالله العظيم لا جون موجود ولا دفاع موجود. تعبانين. احنا حلوين قدام قوي 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 قوي، لكن احنا برضو احنا ورا تعبانين. قوي 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 قوي. امبارح حسيت النادي الاهلي سهل قوي، النادي الاهلي يجيب جون سهل قوي. حسيت ان في امتاع من لعيبه النادي الاهلي. كابتن عماد النحاس مختلف عن كولر ايه يا عم اللي بيعمله ده؟ يا عم الكوره سهله ايه؟ يا عم كولر اهو. ما الكوره سهله تعرف تجيب اجوان، الكوره سهله اهو تعرف تباصي، تعرف تهاجم، تعرف كده. لا كان مع كولر كوره عقيمه، كوره تعبانه. الاهلي وحش، الاهلي بيجيب جون بالعافيه، الاهلي بيتعادل بالعافيه. الفرقه هي اللي بتهاجم على النادي الاهلي، الفرقه هي اللي بتاخد مبادره عن النادي الاهلي. لكن امبارح احنا شفنا حاجه مختلفه، وده بيفكرني بالبرازيل زمان. البرازيل زمان كان دفاعها وحش قوي وما عندهاش اجوان، بس كان عندها الحته اللي قدام دي حلوه قوي قوي. هتجيب فيها جون هتجيب فيك 3، هتجيب فيها جون هتجيب فيك 3، هتجيب فيها الثاني هتجيب فيك الرابع، هتجيب فيك هو ده الاهلي بيعمل كده. دفاعه تعبان والجون تعبان، لكن هجومه حلو. هيخش فيها جون هجيب 3 هجيب 4. حبيت اتكلم على الحته دي الصراحه لان كان عاجبني النادي الاهلي امبارح وعاجبني الكابتن عماد النحاس. طب صلى على الحبيب. ودي اللايك دلوقتي بقى حضرتك. الزمالك بيهدد، نزل كده بيان بيضحك على جماهيره. اكبر العب في الحته اللي هو فيها في 100 عقبه، مش في الجيزه حتى عامه.
انت فاهمني ازاي؟ نزل بيان كده يعني ملخصه. انتوا ليه مأخرين قرار العداله؟ احنا عايزين القرار يبقى قبل يوم 13. اشمعنى يوم 13؟ عشان يوم 13 ده يوم ماتش الزمالك وبيراميدز. نعرف بقى هنعرض ولا مش هنعرض، هنفوت ولا مش هنفوت، هنروح ولا هنيجي، هنعمل كده ولا هنعمل كده. بص لازم تبقى فاهم ان طالما العقول دي هي اللي بتدير نادي الزمالك، تعرف ان الزمالك مش هيقوم لقومه، والله ما هيقوم لقومه. الزمالك يعني سبحان الله، الناس اللي بتدير الزمالك يعني احنا هنفوت ولا مش هنفوت، فاحنا عايزين نعرف القرار عشان نبقى فاهمين هنفوت كده ولا مش هنفوت كده. فنادي الزمالك بيقول لك انا عايز اعرف القرار دوت هيبقى يعني معلش يوم 13. لا هم لجنه التظلمات قال لك يوم 15، الزمالك قال لك احنا عايزين نعرف يوم 13 قبل يوم 13. ليه يا عم الحاج؟ اصل ده ماتش الزمالك وبيراميدز، فاحنا عايزين نعرف هنفوت ولا هننسحب ولا هنعمل ايه. عايزين نبقى فاهمين الدنيا رايحه فين والدنيا جايه منين. فيعني سبحان الله انا عايز افكر بس بتوع البليله، ومعلش بكلمه بتوع البليله لان فعلا ان هم بتوع لنا عليهم قد حبايه البليله فعلا. ان الزمالك كان محتاج مباراه، او النادي الاهلي كان الزمالك كان محتاج ان بيراميدز يتغلب من النادي الاهلي او يتعادل مع النادي الاهلي عشان خاطر هو يروح دوري ابطال افريقيا. والمباراه دي ما كانتش مهمه للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي رغم انه كان مطرود واحد الاهلي تعادل ولعب بشرف. الاهلي كان مغلوب 2 بتهيألي وتعادل. ماشي، هو ده الفرق بين اكبر قلعه في 100 عقبه، قلعه فين ما تعرفش، والفرق بين النادي الاهلي. والله العظيم النادي الاهلي كبير وكبير قوي، النادي الاهلي كبير وكبير قوي، عمرك ما هتوصل له، لا انت ولا بيراميدز ولا الزمالك هيوصلوا للنادي الاهلي. طب صلى على الحبيب ودلك دلوقتي بعد اذن حضرتك. مدرب النادي الاهلي يعني يا ابو السيد، بص هو النادي الاهلي مخلص مع جومس كل حاجه، مخلص مع الراتب والمكافآت وكل حاجه الناس مخلص معاه، حتى بص يعني ايه مع الفتح، يعني مخلص مع جومس كل حاجه. هو جومس حلو وناس معترضه عليه، لكن جومس كان مع الزمالك كان عامل شكل، كان عامل لون، كان عامل طعم للزمالك، مع انه معاه لعيبه عواجيز، مع لعيبه تعبانه، بس كان عامل شكل لنادي الزمالك. النهارده اتفاجئنا احد الصحف الاسبانيه بتقول لك ان جراسيا مومنتا مدرب اشبيليه وبرشلونه الاسباني مرشح وبقوه لتدريب النادي الاهلي، والنادي الاهلي دخل في مفاوضات بقوه وبيقول لك عايزه باي ثمن، عايزه باي ثمن. تخيل معايا المدرب ده كان بيدرب اشبيليه الصيف اللي فات، كان بيدرب اشبيليه الصيف اللي فات. فهنشوف جوميز ولا المدرب جارسيا دوت، هنشوف الدنيا رايحه فين والدنيا جايه منين. طب النهارده الزمالك هيلاعب سيراميكا وبيراميدز هيلاعب البنك الاهلي. يا ترى طارق مصطفى زملكاوي انا بحبه وراجل محترم، هيلاعب بيراميدز بنفس الحديه اللي لعب بيها الزمالك، ولا هيفوت عشان خاطر بيراميدز؟ مش فاهم. اللي انا عارفه انه مدرب المدير رئيس البنك النادي الاهلي، انا اسف رئيس النادي بتاع البنك الاهلي عمل مكافآت مجزيه، لان لو كسب المباراه اللي جايه هيخش المربع الذهبي، هو ملوش دعوه بالاهلي، ملوش دعوه بالزمالك، لكن الراجل عايز يخش المربع الذهبي. يا ترى هنشوف الكابتن طارق مصطفى هيلعب بنفس الروح اللي لعب بيها نادي الزمالك؟ ما تقول يا ابو سيدي يعني لعب قدام الزمالك وهيجي ما هو الزمالك مالوش في الدوري، لكن بيراميدز ليه في الدوري، واحنا عارفين ان يعني مدربين الزمالك بيبقى غالب عليهم الانتماء قوي 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 قوي. النهارده الزمالك هيلاعب سيراميكا وبيراميدز هيلاعب البنك الاهلي. طيب صلى على الحبيب ودلك دلوقتي بعد اذن حضرتك. كابتن احمد شوبير في النادي الاهلي صح كده؟ على قناه النادي الاهلي بيقدم برنامج حارس الاهلي صح كده، وعامل بص يعني طعم ولون لقناه النادي الاهلي واعلانات وحركات وحلويات. وصراحه انا بتفرج على قناه النادي الاهلي عشان الكابتن احمد شوبير، ليه جمهوره بيروح هنا، جمهوره بيروح معاه، بيروح هنا جمهوره بيروح معاه. طيب كابتن احمد شوبير بتوع بعد ما مشي كابتن احمد شوبير وقعت خلاص، مفيش يعني. انت جايب مين؟ انت مش جايب حد، مفيش غير سيف زاهر، وحتى سيف زاهر يعني ايه، مش كابتن سيف زاهر مش زي الكابتن احمد شوبير، مش نفس الزاويه بتاع الكابتن احمد شوبير. عندك ابراهيم فايق خطف الاضواء من ابراهيم فايق خطف الاضواء من فعرضوا على الكابتن احمد شوبير بتوع ان احمد شوبير يرجع تاني قناه تايم سبورت، لان ما يا جدعان تايم سبورت وقع. اتفرج على الاستوديوهات تعبانه والله العظيم تعبانه. فكابتن احمد شوبير موافق، الصراحه عندي معلومه ان الكابتن احمد شوبير موافق
ان هو يسيب النادي الاهلي بس بعد كاس العالم للانديه. بالله عليك يا اخي، اذا عجبك الفيديو اوعى تبخل عليا باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، واهم حاجه من اي حاجه صلاه الحبيب صلاه الحبيب صلاه الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.